احنا دلوقتي في البلانت سيل، والبلانت سيل مكونة من شوية اورجانيلز. الاورجانيل المسؤول عن الفوتوسينثيسيس اللي هو الكلوروبلاست تحديدا. وبصورة اكبر هي الليفز بتاعت السيل. في تيشو الميزوفيل جوه الليف في حاجة اسمها كلوروبلاست، ده اورجانيل جوه الليف سيل او البلانت سيل. الاورجانيل ده اللي هو الكلوروبلاست مكون من عدة أشياء هو كمان. هيحصل يعني في رياكشن معين هيحصل، اللي انا بشرحه في الريكورد بيحصل في حاجه جوه الكلوروبلاست. فالكلوروبلاست مكون من ستروما، ودي كده شبه الماتريكس بالنسبه للميتوكوندريا، او شبه السيتوسول او السيتوبلازم بالنسبه للسيل عامه من بره. فده اللي هو الدنس ليكويد اللي جوه الايه، اللي جوه الكلوروبلاست. في غير الاستروما بقى حاجات كده زي ديسكس كده، يعني حاجات شبه الديسك، دواير كده. الدايرة الواحدة أو الديسك الواحد اسمه الثايلاكويد، وده أهم حاجة تقريبا في البروسيس يعني اللي بتحصل، يعني الستراكشر ده أو الكومبلكس ده مهم جدا في عملية الفوتوسينثيسيس. كذا ثايلاكويد فوق بعض بيكونوا حاجة اسمها جرينم، وكذا جرينم بيكونوا جرانا. فكده الكلوروبلاست متخيله انت معايا في شوية حاجات شبه الكور او الديسكات اللي هي الثايلاكويدز مترصصين فوق بعض. كل رصة بيعملوا جرانم، وكل جرانم بقى مع بعض بيعملوا جرانا، وكل دول بيسبحوا في الستروما. طيب، انا عايزك بقى تدخل دلوقتي جوه الثايلاكويد نفسه كمان. الثايلاكويد نفسه مكون من حاجات هو كمان، طبعا مكون من اوتر ممبرين، و لا، مكون من ممبرين، باي لاير ممبرين زي السيمي بيرمابل سيل ممبرين عادي، اللي هو الباي ليبيد باي لاير. ده برضو باي ليبيد باي لاير عادي، ممبرين عادي للثايلاكويد. تمام. فاحنا دلوقتي جوه الممبرين بقى بتاع الثايلاكويد، يعني على الممبرين نفسه. تعرف ان اي ممبرين بيبقى عليه شويه بروتينز وكومبلكسز معينه يعني. فاحنا دلوقتي بقى على الثايلاكويد ممبرين اللي عليه الكومبلكسز دي. طيب، ايه الحاجات اللي على الثايلاكويد ممبرين اللي بتدرايف الفوتوسينثيسيس، اللي هو actually the basis of life، اللي هو الكونكشن ما بين البرودوسرز والكونسيومرز او الفوتو اوتوتروفز والهيتيروتروفز. احنا دلوقتي على الثايلاكويد ممبرين هنلاقي عندنا تو كومبلكسز مهمين جدا، وهم عبارة عن كومبلكسز مكونة من بروتينز وبيجمنتس. الكومبلكسز دول اسمهم ايه؟ اسمهم فوتو سيستم 1 وفوتو سيستم 2، وهم سموا كده او تم تسميتهم كده based on وقت اكتشافهم. يعني فوتو سيستم 1 اكتشف قبل فوتو سيستم 2، thus هو اتسمى فوتو سيستم 1 والتاني فوتو سيستم 2. لكن كترتيب يعني العمليات الكيميائية اللي بتحصل في الليف نفسها او في الثايلاكويد بقى تحديدا، اللي بتحصل في فوتو سيستم 2 الاول. فانت ما تتخدعش بالتسميه، مش هو معنى ان اسمه فوتو سيستم 1 ان الرياكشن هيحصل عنده الاول، لا، الرياكشن هيحصل عند فوتو سيستم 2 عادي الاول، بعد كده فوتو سيستم 1، ولكن هم بيتسموا كده عشان ايه؟ وقت الاكتشاف. طيب، اللي هيحصل بالظبط ايه؟ انا عايزك تتخيل معايا واحنا جوه دلوقتي البلانت سيل، جوه الليف نفسها، جوه الكلوروبلاست، جوه الكلوروبلاست نفسه، جوه الثايلاكويد، وجوه الثايلاكويد نفسه كمان في الثايلاكويد ممبرين. فانا عايزك تتخيل كميه الريدكشنزم اللي احنا عمالين نعملها عشان ندرس حاجه زي كده. فاحنا قلنا في تو كومبلكسز عباره عن بروتينز وبيجمنتس، اسمهم ايه؟ فوتو سيستم 1 وفوتو سيستم 2. قلنا ان في كيميكال رياكشن بيحصل في فوتو سيستم 2 الاول. ايه هو الرياكشن ده بقى؟ وتعالى نشوف الرياكشن ده ايه الكونكشن ما بينه وما بين الرياكشن اللي بيحصل في فوتو سيستم 1، او من الاخر ايه علاقه فوتو سيستم 2 بفوتو سيستم 1. فاللي بيحصل في فوتو سيستم 2 كالاتي. بس اول ما اقول لك ايه اللي بيحصل لازم تعرف الفوتو سيستم اصلا ده مكون من ايه. ما مش هقول لك، مش هوصف لك الخطوات من غير ما اقول لك الاستراكشر. To know the function you have to know the structure. This is يعني one theme of biology actually. فالفوتو سيستم عامة، وتقدر بقى الكلام اللي انا اقوله على فوتو سيستم 2 ده تطبقه على فوتو سيستم 1. يعني الاثنين عادي مكونين من نفس الحاجات، اختلافات بس بسيطة في الفانكشنز، بس يعني اختلافات تفصيلية قوي، مش لكن الصورة العامة اللي بيحصل هنا هو اللي بيحصل هنا.
مكون من ايه بقى الفوتوسيستم ده؟ مكون من حاجة اسمها reaction center complex وحاجة اسمها light harvesting complexes، لان هما كتير جمع. فيبقى reaction center complex، وعايز تتخيل معايا في الصورة بالظبط زي ما الكلام موصوف بالانجلش. reaction center complex، طبعا انا عارف ان هو center هنا مش معناها في النص متوسطا، بس انا عايزك تتخيلها كده. reaction center complex هو some kind of protein في النص، تمام؟ يعني استوحيها من كلمة reaction center، هو متسنتر في النص. واللي جنبه ايه؟ light harvesting complexes، اكن دول على الايه، على الجناب بتوع، على جناب ال reaction center complex. فاللي بيحصل ايه بقى؟ احنا دلوقتي اهو الصبح، الشمس طالعه وجميله، والخليه النباتيه الجميله بص على الشمس، عجباها الشمس وبص عليها، عكس مش تعيش من غيرها، فبص عليها. فضوء الشمس ده محمل بانرجي، and we know ان energy can be transformed. يعني اظن الجمله دي تبدو بسيطه، بس الجمله دي هي the basis for any human advancement we actually made in the entire universe. ان الانرجي can be transformed، يعني انت ممكن تلعب بالانرجي ما انت عايز، انت مش هتعمل انرجي من العدم، بس at least you can transform it. ممكن انت ما تبقاش، يعني انت ضوء الشمس انت مش عارف تستفيد منه بحاجه، ماشي بيدفيك وكل حاجه وجميل، بس why not transform this energy؟ يعني هل انت عايز تتدفى بالشمس بس؟ لا، ما انت ممكن تكون عايز تستغل الضوء ده في حاجه. فالضوء ده مش عبيط، يعني الضوء ده بيكاري جولز، بيكاري energy. it can drive work, it can drive motion. this energy can do anything by the amount that it contains. فالانرجي بتاعت اللايت هي عباره عن الفوتونز اللي جواه، واكشلي وي نو ان الانرجي بتاعت اللايت هي n number of photons في h اللي هو بلانكس كونستنت في الفريكونسي بتاعت الفوتون. يعني ان عند certain frequency الانرجي دي can be used to do anything. فاللي بيحصل، احنا قلنا في رياكشن سنتر كومبلكس وفي لايت هارفستنج كومبلكسز حواليه. اللايت هارفستنج كومبلكسز دول بقى عباره عن ايه؟ عباره عن كلوروفيل بيجمنتس، والكلوروفيل دي حاجه جوه الثايلاكويد اللي هو اصلا جوه الكلوروبلاست. الكلوروفيل ده عباره عن بيجمنت، حاجه بتابسورب وبترفلكت اللايت. هي كل دورها في العمليه دي ان هي تستقبل الضوء اللي ايه، اللي جاي. طيب هتقول لي دلوقتي ليه مثلا الليف لونها اخضر؟ هقول لك ما هو الحاجه لونها بيتحدد على الضوء اللي هي بتعكسه. معنى كده لو معنى ان هي لونها اخضر، يبقى الكلوروبلاست بيرفلكت لون اخضر. طب هو عشان يرفلكت اخضر مش لازم يابسورب الباقي كله؟ ما هو يعني ايه اللي خليه يرفلكت الاخضر بالذات؟ لازم يابسورب الباقي كله، فيتبقى ده الوحيد اللي يرفلكته. فمعنى كده ان الكلوروبلاست وتحديدا الكلوروفيل بيجمنتس، لان احنا قلنا دي الحاجات المختصه في الابسوربشن والريفلكشن، بتابسورب كل ما هو ما عدا الجرين. بس طبعا بقى في حاجات معينه افيشنت اكتر، اللي هي في الاكستريمز، اللي هي الريد اورنج سلاش فايولت بلو. الحاجات اللي في الاكستريم اللي هي 700 نانو 400 نانو كده. اول ما تيجي عند 580 بقى اللي هو جرين، لا ما تعرفكش الكلوروفيل. الكلوروفيل بيابسورب اللايت انرجي دي بتاع اللي هي عباره عن فوتونز يعني. فبعد ما هو بعد ما بيمتصها، بالتالي ايه بقى، بيعكس كل ما هو ليس هذا الويف لينث، اللي هو في الحاله دي ايه، الجرين and some other light، بس الجرين بيدومينيت and that's why we see the leaves of plants as green. طيب هو بيعمل ايه بقى باللايت انرجي دي بعد ما بيمتصها الكلوروفيل بيجمنت دي؟ الكلوروفيل بيجمنت، عشان ما تنساش، الكلوروفيل بيجمنتس مع بعضهم هم اللي عباره عن اللايت هارفستنج كومبلكسز. يعني من الاخر لايت هارفستنج كومبلكسز ايكوال كلوروفيل بيجمنتس، تمام؟ وفي الرياكشن سنتر في كومبلكس في النص اللي هنعرف بيعمل ايه. فاللايت هارفستنج كومبلكسز او الكلوروفيل بيجمنتس، قول زي ما انت عايز تقول، بتابسورب الانرجي اللي جايه من اللايت اللي هي nothing but photons actually. وايه اللي بيحصل بقى لما بتابسورب؟ يعني انت فكر كده، ايه اللي بيحصل لما سيل او اي اتوم عامه، لان هي كلوروفيل بيجمنتس دي في الاخر مكونه من اتومز، والاتومز مكونه من نيوكليس والكترونز. فايه اللي بيحصل لما الفوتونز تخبط في الكترونز؟ اكشلي هنا احنا محتاجين نرجع لاينشتاين بقى والفوتو الكتريك افكت، بان احنا نبروف ان الفوتونز دي have momentum. They are particles. They can be treated as particles. Any particle has momentum. So if something has momentum by reverse, it is a particle. Since the light has momentum, it's able to interact with other particles and drive them to motion.
زي ما عربيه بتخبط في عربيه، انت عارف ان لو عربيه مثلا سريعه وفي عربيه تانية واقفه، العربيه الواقفه دي هتتحرك، والعربيه اللي هي كانت جايه سريعه في الاول ممكن تقف لو العربيه اللي كانت واقفه كتلتها كبيره جدا مش هتكمل معاها. والعربية اللي كانت واقفة تاخد كل السرعة من العربية اللي كانت بتتحرك في الأول وتتحرك هي. ده اللي بيحصل بالظبط، ده اللي بيحصل في أي حاجات عندها مومنتم بتخبط في بعض. وليه الفوتون بيخبط في الإلكترون؟ لأن هما الاتنين على نفس السايز سكيل، وهما الاتنين عندهم مومنتم عادي. الإلكترون is a particle and it's both a wave، بس الاتنين هنا treated as particles، والاتنين عندهم مومنتم فبيخبطوا في بعض عادي وبينتراكتوا مع بعض and they can drive the motion of each other. But in this case it is the photon that drives the motion of electron. فهو اللي بيحصل بالظبط ان الفوتون بيخبط في الكترون معين في اتوم معينه، او في اتومز بقى كتير، لان هو اكيد ضوء الشمس مش فوتونيه واحده يعني. احنا بس بنعمل ريدكشنزم دلوقتي a study of a certain photon in a when it collides with a certain electron in a certain atom of a certain chlorophyll pigment that is nothing but a certain light harvesting complex. تمام. فهو الفوتون هيخبط في الالكترون، لما يخبط فيها هيديلها جزء من المومنتم، يحصل transfer of momentum. and since momentum is conserved on any scale او at any scale, الالكترون اللي هي كانت seemingly at rest at least relative to the photon that travels with 3 times 10 to the power of 8 اللي هي speed of light, it's relatively at rest. فهتبدأ ايه الالكترون ده actually هيتحرك، وحركته هنا معناها ان هو هيروح لهاي انرجي ليفل. because يعني انت بقى لو درست كيمستري ودرست الاتوميك اوربيتالز والالكترون اوربيتالز والكلام ده، تعرف ان الالكترونز ليهم probability معينه ان هم يبقوا في اوربيتالز معينه. والاوربيتالز دي يعني زي regions of energy بتسراوند النيوكليس، بنبقى متوقعين ان الالكترون موست بروبلي هيبقى فيها. فهو لما بياخد الفوتون احنا تقدر تقول ان نسبه توقعنا بقى بتزيد ان الالكترون ده هيعلى لفوق، او يعني هيكتسب انرجي ويروح لهاير انرجي ليفل. وده معناه ان هيبعد عن النيوكليس، ان كل ما الالكترون يبعد عن النيوكليس كل ما معناه ان هو عنده انرجي اكتر. فاحنا 100% شور ان هو يبعد عن النيوكليس because it gained the energy. الانرجي دي مش هيخزنها لنفسه، هيعمل بيها حاجه، والحاجه اللي هو بيعملها ان هو بيترجمها لحركه تطلعه لايه، لهاي انرجي ليفل. طب هو لما بيطلع لهاي انرجي ليفل بقى بيعمل ايه اصلا؟ بيدرايف يعني الطلعه بتاعته دي تقدر تقول ان هي بت ايه، اما بينزل تاني يعني it releases some form of energy برضو. some form of energy ده، او at least ده اللي انا فاهمه يعني. انا مش عارف بالظبط صراحه الكابلنج اللي بيحصل ما بين الكلوروفيل بيجمنتس بيحصل ازاي، بس اعتقد اللي انا فاهمه يعني ان هو لما الالكترون بيجت excited في a certain light harvesting complex او a certain chlorophyll pigment، الاكسايتيشن ده بيدرايف another excitation of another light harvesting complex slash another chlorophyll pigment. يعني انا مش فاهم ازاي ده بيدرايف ده، ازاي some excitation of electron at A can drive excitation of electron at B. انا ما اعرفش ده بيحصل ازاي، بس this is what happens. maybe زي ما بقول ان هو لما يعني بيحصل له excitation وبينزل تاني we know it fluoresces, it emits light that is characteristic of the element, but maybe some kind of this energy or some form of this energy will also be used to drive the excitation of electrons in another light harvesting complexes. فهنقدر نقول بقى، تخيل معايا الصورة ان هو اللايت هارفستنج كومبلكس الاول الوحيد هو اللي بيحصل له excitation of its electron directly من اللايت ايه، من اللايت انرجي او من السان ريز. لكن كل اللي بعده زي الدومينو افكت كده بالظبط، تخيلها بيحصل لهم اكسايتيشن نتيجه الاكسايتيشن بتاع الايه الالكترون اللي هو اللي قبلهم، اللي هو اصلا كان نتيجه الاكسايتيشن اللي جاي بقى من الايه، من اللايت انرجي. فيبدا يحصل اكسايتيشن لكلوروفيل بيجمنت 2 اللي هو بدوره هيعمل اكسايتيشن لكلوروفيل بيجمنت 3 اللي هو بدوره يعمل اكسايتيشن للالكترون كلوروفيل بيجمنت 4، وهكذا 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 لحد بقى ما نوصل للايه، للرياكشن سنتر كومبلكس اللي انا كنت قايل لك عليه اللي هو متوسطن في النص. فانت تقدر تتخيل اهو الرياكشن سنتر كومبلكس في النص حواليه حاجات عماله تكسايت الكترونز اكسايت الكترونز. في الاخر الالكترونز دي بقى بتتجمع فين يا باشا؟ بتتجمع في الرياكشن سنتر كومبلكس. طيب الرياكشن سنتر كومبلكس بقى، تعالى احنا خلاص سيبنا اللايت هارفستنج كومبلكس، تعالى بقى نركز على الرياكشن سنتر كومبلكس وهو قاعد يعني مستني الالكترونز تجيله. الرياكشن سنتر كومبلكس مكون من حاجتين، مكون من
a pair of special chlorophyll A pigments، يعني مكون برضو هو كمان من 2 light harvesting complexes كمان، اللي احنا قلنا chlorophyll pigment equal light harvesting complex، فهو الرياكشن سنتر كومبلكس هو كمان برضو في اتنين بس بالعدد، من نوع خاص بقى من اللايت هارفستنج كومبلكسز او من الكلوروفيل اي بيجمنت. مش عارف ايه الفرق بينهم بصراحه وبين الكلوروفيل بيجمنتس اللي قبله، بس اعتقد ان هم عندهم ريديوسنج باور اعلى، او يعني عندهم قابليه ان هم يحصل لهم اوكسيديشن ممكن يكون اعلى شويه من اللي قبلهم، بس هم ليهم طبيعه خاصه، هنعرف ليه دلوقتي. اتليست دورهم function wise، يعني ده اللي بيخلي الفانكشن بتاعتهم مختلفه، بس في at the end of the day they are chlorophyll pigments but it happens that they are special in some way or another. فايه اللي بيحصل هم الالكترونز اللي كانت عماله يحصل لها اكسايتيشن من الكلوروفيل بيجمنتس اللي في اللايت هارفستنج كومبلكسز، في الاخر خالص تقدر تقول زي ايه بقى، اللي هو زهقوا بقى خلاص، احنا هنستل الالكترونز دي لحاجه معينه هتاخدهم. لا اكشلي هو مش بياخد الالكترون. اكشلي هو انا نسيت حاجه، معلش انا اسف جدا. هو اللي بيحصل ان فاكر الكابلنج اللي هو الرياكشن كابلنج، او مش كلمه رياكشن كابلنج مش دقيقه قوي هنا، مش في موضعها. كلمه اللي هو السبسيكوينت انرجي او سبسيكوينت الكترون اكسايتيشنز اللي كانت بتحصل في الكلوروفيل بيجمنتس اللي هم في اللايت هارفستنج كومبلكسز دول، او اللي هم نفسهم اللايت هارفستنج كومبلكسز، بيجوا برضو بيحصلوا في السبيشال بير اوف كلوروفيل ايه اللي هو جوه الرياكشن سنتر كومبلكس. يعني نفس فكره اللي هو ان الاكسيتيشن بتاع الالكترون اللي في كلوروفيل بيجمنت ايه مثلا بيدرايف اكسيتيشن اوف الكترونز للكلوروفيل بيجمنت بي، بيحصل برضو ما بين اخر لايت هارفستنج كومبلكس او اللي هو اخر يعني كلوروفيل بيجمنت، بيحصل ما بينه يعني الاكسيتيشن بتاع الالكترون ده بتاع الاتوم دي او الكلوروفيل بيجمنت اي دي، بيأثر برضو او بيعمل اكسيتيشن للالكترون بتاع السبيشال بير اوف كلوروفيل اي بيجمنتس، بيحصل له هو كمان. فبالتالي كده انت جيت عند السبيشال بير اوف كلوروفيل اي بيجمنت وهو قاعد مستريح في الرياكشن سنتر كومبلكس which is اعتقد انها separated by some form of environment من اللايت هارفستنج كومبلكسز، قاعد مستريح بكل الالكترونز بتاعته. جيت انت اديت له ان انرجي بوش، خلت الالكترونز دي تجيت اكسايتد، فهو كده اوكسيدايزد. هو كده هو يقال ان ده من one of the most biological elements that need to be reduced، يعني that need their electrons, that love their electrons, or one of the most strongest oxidizing agents. لو شاف حاجة مش عاجبها الالكترونز قوي، او عندها اكتفاء من الالكترونز وعايزة توصل للاوكتت رول او اي حاجة، بياخد على طول. فعنده oxidizing power عالية جدا اللي هو السبيشال بير اوف كلوروفيل اي بيجمنت. وهو بعد ما كان قاعد مستريح والالكترونز بتاعته جت اكسايتد وراحت لحته معينه هنتكلم عليها دلوقتي، هو ما ينفعش يفضل ما ينفعش يفضل قاعد كده، لازم ياخد الكترونز تاني بدل اللي هو اللي حصل لها اكسايتيشن. هنا يجي دور السبليتنج اوف ووتر موليكيول، وهنا اكشلي في انزيم معين انا مش عارف اسمه، بس هتلاقي اسمه بقى H2O ريدكتيز ولا ووتر ريدكتيز، اكيد حاجه كده يعني. الانزيم ده كل اللي بيعمله ان هو بيسبلت some water molecule into an oxygen atom واحده و2 hydrogen ions، 2 hydrogen ions و2 electrons. ده اللي الانزيم بيعمله، بياخد لك الووتر موليكيول على بعضها، او الووتر موليكيول اللي هي مكونه من ذره هيدروجين وذرتين هيدروجين وذره اكسجين، بيفصل الهيدروجين عن الاكسجين، بيفصلهم عن بعض. واعتقد البروسيس دي محتاجه انرجي، يعني بروسيس الفصل دي محتاجه انرجي. وهنا بيجي دور بقى الاي تي بي اللي هو اصلا جاي من السيلولر ريسبيريشن بتاع البلانت عادي، يعني مش مشكله. فايه بقى في عبيطه وانا مش مركز دلوقتي، بس وات ايفر يعني it came to my mind and that's why I asked. فاللي بيحصل ان هو الانزيم ده بيسيبريت بقى الهيدروجين والاكسجين عن بعض عشان يديك 2 هيدروجين ايونز و2 الكترونز و1 oxygen atom، أو chemically can be represented as half mole of oxygen 2 molecule أو oxygen molecule, not oxygen atom but half a mole of it which is an oxygen atom at the end.
السبليتنج ده احنا قلنا واحنا بنتكلم ان هو بيطلع 2 هيدروجين ايونز، هاف مول اوف اوكسجين موليكيول و2 الكترونز. تفتكر بقى يا باشا الالكترونز دول هيروحوا فين؟ اكيد هيروحوا للسبيشال بير اوف كلوروفيل اي بيجمنت اللي هو عنده very strong oxidizing power، وبالتالي هو كده بيعرف يعوض الايه الالكترونز في some form of cycle. يحصل له اكسايتيشن من الكلوروفيل بيجمنتس اللي قبله يوديها في مكان ما هتكلم عليه دلوقتي، بس عشان هو بيحب الالكترونز بتاعته فبيجي انزيم بيعمل سبليتنج للووتر موليكيول بتطلع الكترونز. الرياكشن ده بيطلع الكترونز بتروح على السبيشال بير اوف كلوروفيل اي، فهو دايما عنده اكتفاء من الالكترون بحيث انك لما تعمل له اكسايتيشن يقدر يعوضه تاني. طيب هنا بقى يجي سؤال مهم جدا. الالكترونز بتاعه اسمه ايه ده اللي يحصل لها اكسايتيشن من السبيشال بير اوف كلوروفيل اي بيجمنتس اللي هو جوه الرياكشن سنتر كومبلكس، هتروح فين الالكترونز دي؟ هتروح على حاجه اسمها برايمري الكترون اكسبتور. باين من اسمه برايمري الكترون اكسبتور، هو الكترون اكسبتور فعلا، هو ده دوره في الحياه. برايميرلي دوره في الحياه ان هو يأكسبت الالكترونز من السبيشال بير اوف كلوروفيل اي بيجمنتس، بس هو ده دوره في الحياه انه يأكسبت الالكترونز دي ويوديها على مكان تاني هنتكلم عليه دلوقتي، بس هو دوره كده بالظبط ان هو يقعد ينقل الالكترون، يستقبلها وينقلها، يستقبلها وينقلها. طيب البرايمري الكترون اكسبتور بياخد الالكترون، ما بيحتفظش بيه بقى، ما بيحتفظش بيه، بيعمل بيه حاجه. فاكر انت فكره الالكترون ترانسبورت تشين؟ هو ليه احنا ما ناخدش الانرجي اللي ناتجه من الريدوكس رياكشن ما بين الجلوكوز والاكسجين في ان احنا على طول نعمل بيها اي تي بي؟ لانها ده اكسرجينيك رياكشن جدا، بيطلع كميات مهوله من الطاقه، فانت الطاقه دي ما ينفعش تستخدمها على مره واحده، لازم ايه تعملها كده في صوره باكيتس او يعني تاخدها على مراحل. هي دي فكره الالكترون ترانسبورتيشن بالظبط، انك ما تنقلش الالكترون من مكان لمكان يريليز كميات مهوله من الانرجي، لا انقله من مكان لمكان لمكان لمكان، والفرق بين الاماكن دي في الالكترونيجاتيفيتي ما يبقاش كبير. دي اهم حاجه. فهو فعلا انت لو دورت يعني مش عارف ممكن تلاقي حاجه زي كده ازاي، بس انا متاكد يعني ان الفرق بين الالكترونيجاتيفيتيز ما بين الكومباوندز او الكومبلكسز اسف اللي بتبقى في الالكترون ترانسبورتيشن مش كبير قوي، مش زي مش يعني لو انت عايز توصل من بوينت A لبوينت B، الاحسن انك توصل من بوينت A لبوينت C لبوينت D لبوينت E بعد كده لبوينت B. الفرق الالكترونيجاتيفيتي ما بين A و B كبير جدا، لكن مثلا ما بين A و C او C و D او D و E الحاجات اللي هي في النص مش كبير زي الفرق ما بين A و B. فبالتالي الانرجي بتترحل كده، هتروح على مراحل، بتبقى series of reactions that transforms into a series of energy packets. فهو بيحصل هنا برضو بالظبط. البرايمري الكترون اكسبتور بدل ما يعمل بالانرجي دي حاجه مجنونه، بينزلها على الكترون ترانسبورت تشين ايه يظبط قيمتها كده، او يعني يخليها a series of energy packets، بيوديها على electron carrying molecules اللي هم بقى البلاستو مش عارف ايه ده، اللي هو بي كي، انا حافظهم بالابريفيشنز الصراحه، بي كيو وبي سي واف دي، هم كلهم عامه يعني بروتينز والكترون كاريرز يعني زي الناد اتش والحاجات دي، فهم برضو وده اليوبيكوين اللي في السيلر ريسبيريشن. So they are electron carriers, they just accept electrons, maybe even change shape when they accept electrons just to know that they accepted electrons. فهو الالكترون بيروح اللي هو جاي من البرايمري الكترون اكسبتور بيروح على كارينج الكترون كارينج موليكيول اسمها بي كيو، بعد كده بتروح على ال حاجه برضو اسمها السيتوكروم كومبلكس، وده برضو ده الكترون كارينج موليكيول برضو، بعد كده تنزل على البلاستوسين ده ولا البلاستوسيسونين مش فاكر، برضو الكترون كارينج موليكيول. كل ده انت عمال بس ايه تاخد الانرجي بشكل محترم يعرف يعني يبقى استخدامه ايه، يبقى استخدامه سهل. ماشي. انا بقى عايزك تسجل حاجه في دماغك، ان الالكترون بعد ما كان جاي يعني اخر حاجه احنا وصلنا معاها بالالكترون ايه، ان هو راح للبرايمري الكترون اكسبتور من السبيشال بير اوف كلوروفيل اي بيجمنتس اللي هو بعد كده هيعوض فقدان الالكترون من الالكترونز اللي جايه من السبليتنج اوف ووتر. فالالكترون اللي راح للبرايمري الكترون اكسبتور ده بينزل على
some complexes that are nothing but electron carrying molecules اللي هم البي كيو، بعد كده السيتوكروم كومبلكس، بعد كده البي سي. يبقى احنا وقفنا في الايه فين؟ في البي سي اللي هو بلاستوسين او بلاستوسينين، مش فاكر اسمه بالظبط. بس at least bear in mind now that the electron واقف عند الايه الالكترون كارينج مولكيول اللي هو بي سي. عايز بس اقول لك حاجه اخيره، افتكر بس ان الالكترون هيفضل واقف هنا، لان لسه ده كل اللي احنا قلناه ده فوتوسيستم 2 اللي هو بيحصل الاول، ده الكيميكال رياكشن اللي حصل الاول. اكشن مش كيميكال رياكشن قوي يعني، هو ريدوكس رياكشن. يعني ريدوكس رياكشن از كيميكال، از كيميكال رياكشن، بس يعني تفصيليا هو ريدوكس، هو سيريز اوف ريدوكس رياكشنز. بس ده اللي حصل في فوتوسيستم 2. لسه يا باشا فوتوسيستم 1 هو structure correlates to function، فمفيش حاجه موجوده كده بشكل عبثي. فوتوسيستم 1 ليه دور هو كمان، بس هو بيحصل لاج شويه ما بينه وبين الايه فوتوسيستم 2، بس هو ليه دور. بس اتليست افتكر ان الالكترونز وقفت عند البي سي الكترون كارينج كومبلكس او الكترون كارينج موليكيول. طيب حاجه بقى اخيره قبل ما نقفل الجزء بتاع الفوتوسيستم 2، يعني اللي هو nothing but reaction center complex and light harvesting complexes. الحاجه دي ايه؟ ان واحنا بنعمل الكترون ترانسبورت تشين في البلانت سيل، اللي هو بناخد الالكترون من البرايمري اكسبتور نوديه على البي كيو الكترون كارينج مولكيول، بعد كده على السيتوكروم كومبلكس، بعد كده على البي سي الكترون كارينج مولكيول دي اللي هي فيها الالكترون اخر حاجه زي ما قلنا. شويه الريدوكس رياكشن اللي بيحصلوا دول طبعا بيعملوا انرجي. يعني الريدوكس رياكشن لما دي حاجه مهمه جدا. الريدوكس رياكشن لما يفيفر ان الالكترون يروح من موليكيول هو مش حبه قوي لموليكيول هو حبه اكتر، دي حاجه بتريليز انرجي. فكر فيها. يعني انا بصراحه الكلام ده معقد، والكلام ده انا اعتقد انه محتاج كوانتم ميكانكس وستاتستكس وكلام كتير عشان تعرف تديسكرايب الكلام ده بشكل فول يعني. بس فكر فيها بشكل كده بسيط، ان هو الالكترون لما بيكون في موليكيول مش حابه بيبقى مش ستيبل قوي. وباي مش حابه I mean molecule that is not really that doesn't really have a high electron affinity او that has low electronegativity. هو مش حابب الالكترون قوي ان هو يبقى موجود، زي الصوديوم اتوم مثلا يعني. فالالكترون وهو الاتوم اللي شايله الالكترون مش حابه الالكترون موجود، الاتوم انستيبل والالكترون نفسه انستيبل، وتحس ان هو بيبوزس كميه من الانرجي كبيره جدا كبساه كده، ان هو قاعد في مكان مش حابه. الالكترون ده هو لما يروح بقى لحاجه لذره معينه او لاتوم معين كومباوند معين ان كان، الكومباوند ده او الموليكيول دي او الاتوم دي حباه اكتر، عندها قابليه اكتر انها تاخد الالكترون ده في يعني مع الالكترونز التانيين او في الاتوم بتاعتها. اللي هيحصل ايه؟ الالكترون اكنه بيقول لك يا اخي ما بس يا اخي يعني ده انا كنت فين وبقيت فين. هو كان انستيبل وكان بيبوزيس كميه من الانرجي كبيره جدا، فهو لما ما صدق راح مكان بقى ستيبل فيه اكتر. وباي ستيبل اي مين ان هو راح لموليكيول عندها الكترون افينيتي عاليه والكترونيجاتيفيتي عاليه برضو زي الفلورين. الالكترون خلاص بيقول لك يا اخي يعني خلاص انت عملت معايا واجب، طب انا بقى مديك شويه انرجي بدل الايه، بدل الراحه اللي انت اديتهاني. انا كنت انستيبل ومعايا انرجي كبيره وانا انستيبل جدا، فلما وديتني انت على مكان ستيبل اكتر انا مش محتاج الانرجي دي. فاهم؟ الانرجي دي يعني تقدر تقول ان الانرجي دي انا محتاجها عشان اصلا اقعد في الاتوم اللي انا مش حابه. فلما اروح لاتوم انا حابه I will release some energy. فهو اللي بيحصل بالظبط في الالكترون ترانسبورت تشين، ان لما الالكترون بيموف من كل الكترون كارينج موليكيول مش الكترونيجاتيف قوي، لما يروح لبقى الالكترون كارينج موليكيول الكترونيجاتيف اكتر منه، بيحصل الريليز اوف انرجي ايه دي. والريليز اوف انرجي دي يعني الانرجي نفسها اللي طالعه انا ما اعرفش هي في صوره ايه. ما اقدرش اقول لك هي في صوره هيت، هي في صوره ساوند، انا ما اعرفش هي في صوره ايه نفسها. بس we are sure that there is energy. ليه؟ لان الانرجي conserved and we know ان الترانزيشن بتاع الالكترون من المولكيول ده لده بيريليز انرجي. يعني we know this. بس الانرجي دي في فورم ايه؟ I think we don't even care about the form of energy, but we care to manifest this energy, to exploit this energy, to utilize and use this energy.
how do we use this energy بقى؟ يعني هل هنضيع الانرجي بتاعت الترانزيشن من الالكترونز دي ببلاش؟ لا، هنعمل بقى بيها ايه؟ ATP يا باشا. هتقول لي هنعمل ATP ازاي؟ بفوتوفوسفوريليشن. فوتوفوسفوريليشن اللي هو شبه الاوكسيداتيف فوسفوريليشن اللي هو بيحصل في السيلولار ريسبيريشن. شبهه ليه؟ لان التاني بيحصل بالكترون ترانسبورت تشين وكيميوزموزس، اللي هي سيريس يعني اوف الكترون ترانزيشنز برضو ما بين الكومبلكس 1 لحد 4. ده برضو بيحصل، بس ده جاي اصلا من الاول خالص نتيجة ايه؟ نتيجة excitation of some electron by the energy of photons which is light. فعشان كده بيسمى فوتو اللي هي جاية من الضوء يعني او الفوتون. فوتو فوسفوريليشن. فوسفوريليشن لانك بتاخد ال ADP اللي هو ادينين او ادينيسين، مش ادينيسين داي فوسفيت. بتاخد الادينيسين داي فوسفيت وتحط عليه واحد انورجانيك فوسفيت وتعمل بيهم ايه؟ ادينيسين تراي فوسفيت، لانك حطيت فوسفيت كمان. وانت عرفت تحط الفوسفيت ده لانك معاك الانرجي اللي جايه من الترانزيشن اوف الكترونز في الالكترون ترانسبورت تشين، فبتعمل اي تي بي. والاي تي بي دي بعد كده ما بتسيبهاش على الفاضي، لا ده انت بتاخدها وبتروح بقى تستعملها في الايه؟ في حاجه تانية خالص تكمل البروسيس الجميله دي كلها اللي هي الكالفن سايكل. يعني انت اي تي بي دي مش هترميها، لا انت برضه هتستخدمها. فشوف ازاي الانرجي بتبدأ بحاجة وتنتهي في حاجة تانية خالص، تعمل بيها حاجة تالتة خالص، تعمل بيها حاجة رابعة خالص، تعمل بيها حاجة خامسة خالص، وهكذا. يعني هي البداية فعلا فعلا في حياتنا كلها، في كل حاجة بنعملها. لو هنفكر تفكير فلسفي شوية، يعني احنا بنفكر عشان نعمل اختراعات وبنتحرك ومش عارف ايه. ما هو كل ده جاي من الانرجي اللي في جسمنا، اللي هي جايه من الريدوكس رياكشنز اللي بتحصل للجلوكوز موليكيول اللي هو nothing but cellular respiration. والاكسجين اللي احنا بنعمل بيه aerobic respiration اصلا جاي من البلانت، لان البلانت وهي بتفوتوسينسايز بتطلع اكسجين زي ما عرفنا. والاكسجين ده على فكره باي ذا واي جاي من السبليتنج بتاع الوتر. جاي من السبليتنج بتاع الوتر اللي هو اللي بيطلع بره في الهواء. ده is nothing but an oxygen that comes from a water molecule اللي هي النبات بياخدها من السويل. فاحنا بنرسباير الاكسجين اللي جاي من النبات. والجلوكوز نفسه اللي احنا بناخده ده هتقول لي جاي من المكرونه. طب ما هي المكرونه دي، ما يعني انا مش عارف صراحه المكرونه عباره عن ايه، يعني قمح تقريبا يعني. كلها نباتات، فاهم؟ هتقول لي فراخ. طب ما هو الفرخه دي انت عشان تاكلها، الفرخه دي كانت عايشه ازاي؟ هتلاقيها بتاكل برضو قمح ولا ذره، ما هو كل ده نبات. هتقول لي مش عارف يا عم جبت اللحمه من بقره. طب ما هي البقره دي عاشت ازاي يا حبيبي؟ ما هي كلت نباتات برضه. لو حيوان بياكل حيوان ف فستيل يعني كل حاجه في الاخر هي نتاج آه، جايه من البروديوسر. وباي ذا واي مثال حيوان بياكل حيوان ده هو اكشلي صح، انت فعلا مش محتاج النبات، بس الحيوان اللي بياكل حيوان، فالحيوان اللي بيتاكل بياكل حيوان غالبا هيكون بياكل نبات، فاهم؟ ودي حاجه في الايكولوجي مشهوره قوي، يعني اللي هي الفود تشين. ان هو دايما البروديوسرز النباتات في حاجه بتاكلها، في حاجه بتاكل النباتات. لازم يكون في حاجه بتاكل النباتات عشان الانرجي دي تفضل تترانسفير. في حاجه بقى هتكون بتاكل الحاجه اللي بتاكل النباتات، وبعد كده حاجه بتاكل الحاجه اللي بتاكل الحاجه اللي بتاكل النباتات، وهكذا تبدا تطلع 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 لحد ما توصل بقى في الاخر خالص للديكمبوزرز اللي هم بياكلونا بعد ما بنموت، وبياكلوا اي حاجه متبقيه يحللوها اكشلي، يرجعوها ل يعني يرجعوها الماتيريالز في السويل، النبات تاخدها تاني as nutrients. فيعني everything is connected. يعني I have nothing to say but that everything is connected. ومن غير نباتات فيعني we cannot exist. We will exist for some amount of time but بس على المدى البعيد we will never exist as long as there is no plants او producers. عامة مش شرط plants، ممكن بقى protists، بكتيريا، سيانوبكتيريا، مش عارف ايه، algae، الكلام ده كله. If it photosynthesizes then we are okay. If it produces or it releases oxygen and produces glucose which is the sugar mainly required for cellular respiration for us humans, then you will be fine in existing here on earth. وبصراحة يعني ده جمال، واللي بيحصل ده جمال وعظمة. ان how the energy is transformed from A to B, passing by like literally thousands of paths or of ways of molecules. Everything of this
energy transition can be studied alone. يعني we are here studying, we're reducing والreductionism is برضه حاجة يعني في السيستمز biology is one theme of biology اللي هو الريدكشنزم. فاحنا هنا بندرس على سكيل صغير جدا. ممكن تبص للصورة الكبيرة زي ما بقول لك اللي هو ازاي الانرجي بتتنقل من النباتات للبني ادمين في الاخر، اللي هم بياكلوا حيوانات بياكلوا حيوانات بياكلوا حيوانات بياكلوا حيوانات في الاخر بياكلوا نباتات. ف it all starts there if you think يعني اللي هو هنا كيف بدأ الخلق manner. ممكن تبص لها كده، وممكن تدخل جوه الكلوروبلاست، جوه الليف الاول، جوه الليف بتاعت البلانت سيل، جوه الميزوفيل تيشو، جوه الكلوروبلاست، جوه الثايلاكويد، جوه الثايلاكويد ممبرين، جوه الثايلاكويد ممبرين، جوه الفوتوسيستم 2، جوه الفوتوسيستم 2 جوه اللايت هارفستنج كومبلكسز والرياكشن سنتر كومبلكسز، وجوه الرياكشن سنتر كومبلكسز السبيشال بير اوف كلوروفيل اي بيجمنتس والبرايمري الكترون اكسبتورز، وتدخل جوه على الالكترون كارينج موليكيولز، وتدخل جوه على سكيل الاي تي بي اللي بعد كده هتستخدم في انها تعمل كذا وكذا وكذا وكذا. ف يعني if you don't appreciate this then what, I don't know what else you will appreciate in life بصراحة. يعني انت لو مش شايف ان ده جمال، فايه تعريف الجمال بالنسبة لك؟ This is all what I have to say. شكرا.